حقق المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة انتصاراً تاريخياً على نظيره من كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16-0 في مباراة وصفت بالأكثر اكتساحاً ضمن منافسات هذه الفئة. منذ الدقائق الأولى فرض أشبال الأطلس سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء، حيث افتتح بسكرات التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف عمر بن صلاح هدفين متتاليين في الدقيقتين 11 و18، مؤكدا البداية القوية للمغاربة. وتوالت الأهداف بشكل مذهل، إذ تألق كل من عدي الداوودي بثنائية 41 و31، وإلياس حداوي 41، وزهير بها الذي وقع بدوره على هدفين 51 زائد 2 و51. كما سجل زهير الخلفيوي 48 دقيقة، ونزار حداني هدفين آخرين 56 دقيقة و60 دقيقة، ليواصل الفريق مهرجان الأهداف. في الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي أداءه الهجومي الكاسح، حيث أضاف أيمن وزان 73 دقيقة، واس أندرو 76 دقيقة في الوقت الإضافي، قبل أن يختتم إلياس العود اللقاء بثنائية جديدة 80 و90 دقيقة. بهذا الانتصار العريض أكد المنتخب المغربي 17 جاهزيته الكبيرة واستعداده القوي للاستحقاقات القادمة، في عرض هجومي مذهل يعكس العمل الفني والتقني الكبير داخل الأكاديمية الوطنية لكرة القدم المغربية.